بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني المغاربة، لا اللي في داخل المغرب ولا خارج المغرب، وجميع الناس الحمد لله العالمين، المغاربة وغير المغاربة. تحيات وتشريفات جميع المواطنين الكونيين. هذه الرسالة هذه تنقدمها رسالة عاجلة الحمد لله للبؤة المغربية والبطلة المغربية فوق العادة، الأم ديالي مينا صلاح الدين، اللي الحمد لله سجينا منذ 7 ماي 2023. أنا تنعرف الحمد لله بأن الأم ديالي سجينة ظلما بناء على شهادة زور ديال واحد المجرم جواد الداودي في قضية مخدرات. وانا تنفتخر الحمد لله بالام ديالي، واخا يتم الاعتبار ديالها مجرمه، انا تنفتخر بالام ديالي مينا صلاح الدين، يعني واخا تكون بوغ نوستاخ، يعني تلتزم بهذه المساله هذه، وتنقولها للمغاربه وتنقولها للمواطنين الكونيين العالميين. فالحمد لله الحمد لله الام ديالي مينا صلاح الدين تنهدي ليك الحمد لله هاد الدبلوم ديال الدكتوراه من جامعة محمد الخامس، الرباط، الشامخة والعتيدة والعنيدة عالميا وقاريا وجهويا وإقليميا، ومن الحمد لله من وزارة التعليم العالي، من الحكومة، الكفاءات ديال المملكة المغربية الشريفة. تنهديها ليك الحمد لله الأم ديالي مينا صلاح الدين، باعتباري كان لي الشرف وما زال لي الشرف أن أكون ابنك المذكر الوحيد السيد إدريس حقيق الملقب بن مينا، وأفتخر بهذا اللقب هذا الحمد لله. فالحمد لله الأم ديالي الحمد لله تم الاعتقال ديالها يوم 7 ماي، والحمد لله عانيت من الحمد لله من واحد الصدمة نفسية، يعني لأنه تم الهجوم ديال عصابة ديال المخدرات علينا الحمد لله في 1 ماي قبل ما يتم الاعتقال ديال الوالده في 7 ماي. وانا الحمد لله بعد الاعتقال ديال الوالده ديالي شاركت في مؤتمر عالمي ديال الماليه الاسواق في كليه الرباط السويسي، وعندي مداخله ديال الدكتور ادريس حقيق موثقه في قناه اليوتيوب. الام ديالي تعتقلت في 7 ماي، و8 ماي الحمد لله ديت لها الحويجات للعرجات، ومشيت شاركت في 9 ماي بالثبات اللازم في جامعه محمد الخامس الرباط. هنا تنحاول نوضح للمغاربه الانجازات، يعني الانجازات ديال ادريس حقيق في اطار ان الوالده ديالو مسجونه. تنحاول نوضح للمغاربه هذه المساله هذه، ونرجع لهذا التاريخ هذا اللي خاصو يتدون ويتوثق، لانه في الراسمال الغير المادي المغربي، لانه انا عضو من الشعب المغربي ولي الفخر، وكان لي الفخر وما زال لي الفخر. فالحمد لله مشيت وشاركت في المؤتمر ديال 9 ماي بالثبات اللازم، مع العلم انه ما ناعش ليالي وليالي، وما ناعش من هذاك رمضان ديال 2023، لان كانت الاطروحه في الصراعات الميدانيه الاخيره ديال العمل الميداني، وما كنتش كنعس. والحمد لله مشيت وشاركت في الثبات اللازم، والام ديالي سجينه، ومشيت وشاركت في الثبات اللازم كرجل دوله. اسمحوا لي نكون معكم صريح، فانا كنشكر المجرمين، والمجرم جواد الداودي اللي شهد شهاده الزور امام القضاء المغربي وامام الامن الوطني المغربي، وقال بلي امي تتعطي الدواء ظلما، شهاده الزور، شهاده ظالمه، وهو بسبب امي سجينه. تنشكروا. علاش تنشكروا من الناحيه الوطنيه والقوميه؟ علاش زادني اكراه، كنت نقد نشد الدكتوره وانا رولاكس، امي كاينه حدايا وكذا، وولد ماما غطيني، فهمتي، وغادي بالكاط نيسان وموال، كانت الوالده كتمولني بواحد الشكل موال وكذا وواحد الامتيازات. لا، هو زادني في الاكراه الجسدي والمادي والصحي باش نجيب الدكتوره من جامعه محمد الخامس الرباط على المغاربه، من كليه الرباط السويسي، بميزات مشرف جدا. وسمحوا لي المغاربه، راه ملي كنهضر في عده مواضيع تنبقى نقول الدكتور ديال الحقيقه، راه ماشي تنفتخر باللقب، لا، تنحشي له شي وحدين تيقول لك تيهضروا على الكفاءه العقليه، تنوضح لهم الكفاءه العقليه والاكاديميه. واش فهمتي البلان كي داير؟ راه سمحوا لي، لانه في التحليلات ديالي
فمن ناحيه يعني العصبيه ومن ناحيه يعني ردود الافعال راه عندي شويه الكومبورتمون الكاركتير ديال الرابور المغربي. بوز اللي كيكلاشي الديب، راه عندي داك الكاركتير. لذلك تبعوا معايا الله يرضي عليكم دوكا دوكا ونكونوا واضحين وغادي مزيان. الحمد لله شاركت في سعود ماي في المؤتمر، شاركت سيدي في 9 ماي في المؤتمر. رجعت الحمد لله. كان المحضر ديال الامن، كان واحد المحضر انه مشينا تنتناقشوا مع المحامي، وكان واحد النقاش لا مع الوالد ديالي ولا مع الاخوات ديالي المحترمات، الاستاذه نجوى حقيق والاستاذه كوثر حقيق. وكان عليا واحد التكلفه نفسيه وعقليه. ايوا ما علينا ما علينا. الحمد لله يوم 15 ماي، يوم 15 الليله ديال 15 ماي انا جايكم المغاربه لانه باش نوضح يعني للمغاربه ونوضح للناس اللي تيعرفوا السي دريس حقيق واللي تيعرفوا الام ديالي منى صلاح الدين، ونوضح حتى للعائله ديالي اللي ربما ما عارفينش بزاف ديال المسائل. تم الهجوم عليا في سناك الشباب في حي كريمه امام مقهى البشرى. باش نشرح لكم كيفاش انا كنت ناكل الشاورما والمسائل. دخلات واحد خيتي، ماشي تم لا مشى الصوت. دابا الصوت مزيان؟ دابا الصوت مزيان؟ كما كنقول لكم تم الهجوم عليا يوم 15 ماي، الليله ديال 15 ماي، الليله ديال 15 ماي تم الهجوم عليا في سناك الشباب امام مقهى البشرى. كيفاش غيديروا باش يهجموا عليا؟ داروا واحد الفخ ولكن ما صوروش، حيت كيعرفوني عصبي معروف انا في سلا ومعروف في المنطقه، لا في سلا الجديده ولا في حي كريم ولا في حي السلام ولا معروف في جميع المناطق ديال سلا. معروف دريس حقيق، معروف عليا انسان عصبي شويه. قالوا هو عصبي. جابوا واحد خيتي ما بين قوسين، واحد خيتي اللون اسود ماشي. شكرا استاذ ضياء، شكرا الصوت كيوصلك، شكرا. دخلت استفزتني وقلت لها الله يرضي عليك انا راه دابا مكونسونطري مع مواليه، وهي تستفزني. قالت لي وا خليك في دوك الاوهام ديال مواليك. بغات تستفزني باش انا نخرج عندها. شنو كاين تما خلفيا باش نشرح للمغاربه الواقعه ديال انه كانت هناك محاوله اغتيال ديال الدكتور ادريس حقيق. يوم النصر العظيم الاربعاء 6 ديسمبر 2023، وانجازات اكاديميه في جرائد عالميه وموثقه من قاعده البيانات سكوبيس اللي تيقول بان السي دريس حقيق معاق عقلي خاصو تفتحوا معاه تحقيق عاجل من وزاره الداخليه ومن وزاره التعليم العالي، وفتح تحقيق عاجل كيفاش السيد ادريس حقيق دكتور ديال جامعه محمد الخامس. باش نكون معكم صريح، انا لا ازايد على المغاربه، ولكن اريد ان يعطى لكل ذي حق حقه في مغرب محمد السادس. باش نكون معكم صريح، تم هذا الاستفزاز ديالي باش انه انا نخرج. انا ما خرجتش، انا عرفت كون كاين تما شي حاجه لانه بديت كنطلع هذا من برا، بانوا لي شي تحركات ديال شي شماكريه. ما خرجتش، درت ديك القضيه ديال التخبيه، كونت مع راسي باش نكون معكم صريح مع راسي. ومن بعد وانا طلعت للدفه ديال سناك الشباب مع كاينين بزاف ديال العمال تما قدام مقهى البشرى كينعسوا تما. تصدعتهم مساكن. واحد خينا قال لي بالعربيه تعرفت وسمحوا لي وهذا هو الصراحه، قال لي اخرج قود علينا. هو سبني وانا تعاطيت معاه، قلت له مع راسك احترم نفسك، انا راه جاي لانه جاي وباش نهضر نعطي لكل ذي حق حقه. ملي تنهضر على سناك الشباب اما الحي كريمه تعاملوا معايا رجال، وتعاملوا معايا ماشي غير في 15 ماي، حتى في 16 ماي و 17 ماي ملي وقعت لي صدمه نفسيه ملي مرضت. انا جايكم وريني سناك الشباب هادشي اللي وقع فيه. هما كانوا بغاو يخرب باش انه انا نخرج، هذا هو القالب باش انه انا نخرج. انا ما خرجتش، بقيت مخبي ودخلت للطواليت الفوقيه د سناك الشباب وعيطت للوالد ديالي احمد حقيق وقلت ليه هناك محاوله اغتيال. اسمع الله يرضي عليك. من بعد غنضطر باش انه نخرج. ملي غنخرج جاو فواتور دو لوكاسيون مكريين
وغيدوروا على الترامواي ديال حي كريمه. هادشي الليله ديال 15 ماي 2023 فاش غيتم التقديم ديال الام ديالي في الجلسه امام المحكمه، امام عصابه ديال المخدرات كبيره واللي تنعرفها وعندي عليها حقائق وما كترهبنيش. منهم بوشعيب الفكروني، المجرم بوشعيب الفكروني، منهم المجرم جواد داودي وصاحبته الجزائريه. تنعرف الحمد لله الحوته منين تتبول، سمحوا لي على هذا اللفظ لان انا صريح. انا اقولها للمغرب واقولها للمؤسسات المغربيه، الذي لن يدافع على امه لن يدافع على مغربيه الصحراء. بالصدق انا تنتحدث بالصدق. اللي ما يدافعش على امه ما غيدافعش على البلاد. باش نجيكم من الاخر. خرج جاو دي فواتور دو لوكاسيون وكانوا باغيين يطحنوني وانا نهرب. انا نقول لكم منين هربت من بنك الصفا. خرجت من السكه ديال الطراموي وهربت من بنك الصفا. عند من مشيت انا تنقول لكم عند من مشيت وهو يكذبني في شارع السلام. فوت اتصالات المغرب ديال اللي تحت السي قاسم الله يذكره بخير بن زيزون. غنمشي عند الاساس اللي كاين حدا الكزار راس معمر تيشبه الباشا القلاوي، تامي القلاوي تيشبه ليه، راه طويل تبارك الله وصحاح. مشيت لعندو قلت ليه هادو اللي تيدوروا هنا راه باغي يقتلوني. فواتور دو لوكاسيون منهم بكوبات تيدوروا تما وتيديروا عمليات بهلوانيه، وانهم كانوا باغيين يطحنوني، وتنوضح للامن المغربي وتنوضح للعامه المغربيه وانه ما تنخافش من هذه العصابه ديال المجرمين المخدرات ديال المهلوسات الطبيه وديال القرقوبي الجزائري. وانا يعني الحمد لله لا ما كرهبونيش. باش نكون معكم صريح، تم الهجوم على الفيلا ديالنا 532 سنه الجديده صبيحه عيد الشغل وعيد ميلاد الام ديالي منى صلاح الدين، طبيبه منى صلاح الدين خبيره المحاكم المغربيه ونزاهه طبيه لمده 37 سنه. سيروا ندخلوا في لي لوا ديال لي شونتيوناج لي استيماسيون. 37 سنه ديال النزاهه الطبيه حتى السنه 37 عاد تكتشف. دابا الامن المغربي مكلخ. امي غتبيعو تشري حشيش 37 عام حتى العام 37 عاد غيتم سميتو. حنا الحمد لله في المغرب عبد اللطيف الحموتي بنادم غتينويها وكما قال المرحوم الحسن الثاني المغاربه كلهم بوليس. خلينا الله يرضي عليكم ما نبقاوش نزيدوا على بعضياتنا، نكونوا صريحين. مشيت عند هذاك العساس اللي هذا كيشبه تامي قلاوي غيديني حتى العياده الطبيه ديال الوالده. العياده الطبيه غيدخلني حتى لحومه القرد الفلاحي، هو اللي غيدخلني. وتما درت واحد سكوندال، ماشي درت سكوندال، درت خطاب قدام العياده الطبيه ديال الوالده وقلت بانه تعرضت للاغتيال وبان الام ديالي كانت هي غتعرض للاغتيال اليوم 1 ماي، انهم جاو هجموا علينا بداسيا دوكير مكريه فواتور دو لوكاسيون. راه مازال غنخصص لهم فيديو خاص بهم. راه العصابات الاجراميه ديال المخدرات كيستعملوا لي فواتور دو لوكاسيون باش انهم يهربوا من السلطه، يموهوا السلطه. انا جاي لكم فيديو خاص اللي غنهضر على الفواتور دو لوكاسيون وانه اعاده شرعنه لي فواتور دو لوكاسيون، شركات فواتور دو لوكاسيون في المغرب. جاي لكم فيديو خاص هذاك اللي غيكون. راه تنخدموا دوكا وتنخدموا بدي شابيط، راه تنديروا البحث العلمي. لا يطول لي عمركم بكل التواضع اللازم. حنا كنتواضعوا مع المغاربه. انا اخدم، ماشي غنقول لك الشعب المغربي، اخدم الحذاء ديال المغاربه الوطنيين اليوم في المستوى وما تنزايدش عليهم. ولكن من سيتهموني بانه نقص قدرات عقليه، ساجيبه بالانجازات الاكاديميه اللي دارت تحت الاكراهات. هذا انجاز مغربي، هذا دبلوم ديال الدكتوراه ديال دراسه حقيقه انجاز مغربي اللي تم تحت اكراهات وشاركوا فيه قاده. وجايكم وغنعطيكم معلومات كامله. الحمد لله تما مشيت للعياده الطبيه للوالده وعيطت للوالد ودرت خطاب قدام العياده الطبيه للوالده، وغنمشي للدار غنرجع للفيلا السنه الجديده الوالد. وكنت هاز معايا الصوره ديال الملك الحسن الثاني اللي كاينه في العياده الطبيه للوالده، وجبتها معايا انا للفيلا السنه الجديده حطيتها في لاكاف. راه كاينه باش نكونوا صريحين، لان هي فاش درت خطاب وفاش يعني وجهت رساله لجميع الناس ديال حي كريمه اللي عرفوا الموضوع الحمد لله، وكان تضامن هائل معايا من رجال حي كريمه وكنحييهم. ابارسناك الشباب اللي مقابل مع مقربوش راه ما تعاملوش معايا. انا جايكم مشينا سيدي 15 ماي 15 ماي انا غنخرج من الفيلا. مشيت لحي السلام. ملي مشيت لحي السلام غنمشي باش نمشي لكوك ماجيك. جات واحد
فواتور بارافيمي مع انا باقي عايش الازمه ديال هذاك الشيء اللي طرا لي في حي كريمه قدام صناك الشباب. طلعت واحد الفواتور بارافيمي دهشرت. انا ملي دهشرت وكنت لابس جلابه بيضاء وكنت كالم. مشيت عند البوليس اللي ورا قهوه اوطاوا. مشيت عندهم بغيت نفسر لهم، ما اعتبرونيش. المره الاولى ما اعتبرونيش، المره الثانيه رجعت لقهوه كوك ماجيك. مشيت لواحد القهوه اللي حداها، القهوه عاوتاني هذه اللي حداها، القهوه اللي حداها طرا لي واحد المشكل صحي. جاو الامن المسائي لانه بحال سخفت. جاو الامنيه هذيك، مشاو الامن هادي، جاو داوني المستشفى الرازي. انا تنقولها للمغاربه، هي داوني المستشفى الرازي في 15 ماي 2023. مشيت للمستشفى الرازي، شافتني الطبيبه ديك الساعات قصيره، ماشي هدى بوكيتي، وحده اخرى قصيره شويه وعامره. شافتني، عطاتني شي ادويه، شافتني بقات تتبع معايا، قالت لي شنو المشكل، شرحت لها المشكل، الوالده معتقله هكذا هذه. عاودت رجعت لا ريزون، قالت لي راه ما عندك حتى شي مشكل، سير ونعس في داركم. مشيت، خرجت من تما، مشيت للعياده الطبيه ديال الوالده، نعست فيها. لا غدا ليه نط مشيت للكليه البيبليوتيك، راجعت شي مسائل ورجعت في حالي. هادشي 16 ماي. في العشيه غطرا لي ازمه صحيه، انه صافي اندفعت صحيا، اندفعت في العشيه تما في حي كريمه. فالحمد لله في الليل الناس تعاملوا معايا، الناس تنشكر الناس حي كريمه تعاملوا معايا. با علي راه دخلت عنده، شربت الموناطه كوكا، فسرت ليه، ودخلت عند ستيب برجر، وستيب برجر يسمحوا لي ديال حي كريمه شارع السلام، راه عندهم كريديات لي عليا باقي ما خلفتهمش، وغنخلصهم ان شاء الله. حنا الحمد لله المغاربه راه معروفين بهذه القضيه، ومعروف القضيه ديال ان محمد الخامس الله يرحمه انه كان في المنفى في مدغشقر، وكانوا عليه ديون، وملي رجع للمغرب عاود مشى زياره خاصه لمدغشقر باش خلص ديون وشكر دوك الناس ويعني تهلا فيهم. وانا راه ناوي ان هاد الناس اللي تهلاو فيا في حي كريمه وعاونوني في الوقيته ديال الشده غنتهلا فيهم. هذه راه الخصال المغربيه، انا لا ازايد على المغاربه. فباش نكمل لكم المساله، فهاديك الليله ديال 16 ماي هذا بديت تنغوت هذا في الشارع، وبانت لي واحد البيكوب جايه حاوتاني كونطرا لوكاسيون. بديت كنغوت المغاربه، قلت لهم هذا مجرم، هذا ارهابي، راه جايب كونطرا لوكاسيون. قلت لهم شدوا هذا جاي من الجهه ديال الدار الحمراء وهابط الكارفور غادي من كثير. قلت لهم هذا راه بديت نغوت. جا تعاون معايا السي انس ولد السي قاسم بن زيزون، مع العلم ان السي انس ولد السي قاسم بن زيزون، السي قاسم راه هو اول واحد كانت عنده الوالده باش دارت العياده الطبيه. تنشكرو من هذا المنبر، تنشكر ولده، وقف معايا في وقيته صحيه. ودخلت المحل وجا عندي قال لي واش نجيب لك شي حاجه من الحانوت، قلت لي لا، قلت لي انا عندي الماء وعندي كل شيء، قلت لي لا. وهذه جا وقال لي شنو كاين، شنو المشكل، عاد فسرت ليه، قلت لي راه الوالده معتقله وكذا وكذا وهذه. قال لي صافي غير كون دخل ترتاح. قال لي حد لقيتي كتغوت راه غيجيو، زعما على السلطه انهم يجيو، السلطه ما جاوش. واخا درت فونطار كنت كنغوت، السلطه ما جاوش. والناس ديال حي كريمه ما بلغ بيا حتى شي واحد عند السلطه، لانهم رجال وتيعرفوا شكون هو دريس حقيق، وتيعرفوا تيلقبوني بمولاي ادريس، وتيعيطوا لي مولاي ادريس والطبيبه، وتيعرفوا. ما عيط لي حتى شي واحد البوليس، وما اهني حتى شي واحد، وخلاوني على خاطري. في الصباح مشيت للجامع بالصوره ديال الملك الحسن الثاني، وقلت لهم انا راه بغاو يقتلوني هنايا عصابه ديال المخدرات ديال جواد الداودي وبوشعيب الفكروني، عصابه ديال المخدرات ديال المهلوسات الطبيه اللي كيتهموا، اللي كيداروا شهاده زور على ان امي كتعطي المهلوسات الطبيه، شهاده زور ظالمه في حق امي، مع العلم ان امي في عمرها 67 سنه وفي حاله صحيه يعني اللي تقدم في العمر، وتم الادراج ديالها في هذا الملف. وادعو السلطات القضائيه والامنيه في المغرب الى اعاده التحقيق من الزيرو في هذه المساله هذه، باش نكون معكم صريح، زيرو. ملي كنرجعوا الكره من الهجوم كتكون واحد هذا، ترجعوها في كره القدم للديفونس وكتعاود الكره تنطلق، باش نكون معكم صريح. فطرا هاد مشيت هذا الجامع، قلت لهم هذه ورجعت في حالي. في الصباح هذا رجعت في حالي، غنمشي عند انس ولد السي قاسم. السي انس ولد السي قاسم مشيت عنده في هذيك الصبيحه، قلت لي انا ما مرتاحش، عيط لي الامن. فعلا عيط لي الامن. مشيت عند البوليس ديال الفروقي، دخلت فسرت لهم، تعاملوا معايا مزيان، ما مينطوني ما والو. مع العلم انا تنقول لكم في هذاك 15 ماي هذاك الكوميساريه اللي وراء اوطاوا كانوا مينطوني حيت ما عرفونيش. ما كانش الرئيس ديال الدائره تما، كون كان الرئيس ديال الدائره ما غنتمينطش، لان السي انضم تيعرفني شخصيا.
وكيعرف الكفاءه ديالو وكيعرف الاحترام ديالو وكيحترمني شخصيا. هما مينطوني ماشي قالوا هذا راه ربما احمق ولا ربما شارب شي حاجه. هذوك الكوميساريه اللي وراء وطاو ما فهمونيش ملي جيت قلت لهم انا راه مهدد، ما فهمونيش. فالكوميساريه ديال الفروقي اللي في حي كريمه تعاملوا معايا مزيان، ودخلت ارتحيت وما مينطوني ما والو ومشيت للرازي. اييه في 17 ماي 2023 في الصباح مشيت ودخلت وبقيت معزز مكرم. جا دخل الشيف الكبير اللي في الرازي داك السمامر، شافني هذا قال لي شنو كاين ولدي؟ قلت له انا مهدد بالقتل استاذ. صافي قال لي غير ارتحيت، تعاملوا معايا مزيان في الرازي. جات عيناتني الاستاذه هدى بوكيدي، قالت لي دريس سميتك دريس، شنو هذا، شنو المشكل اللي عندك؟ تعاملت معايا مزيان، دخلت عندها البيرو تعاملت معايا مزيان، قالت لي صافي غير سير ارتاح. مشيت ارتحيت جالس في بلاصتي. غتجي عندي الاخت ديالي كوثر حقيق والاخت ديالي نجوى حقيق، جابوا لي الماكله والمسائل. الاخت ديالي كوثر حقيق خرجاتني من هذا تحت، يعني خرجتني وقالت يعني تحت السيناتور ديالها بانه انا ما غندير حتى شي حاجه الفوضى، ما غندير حتى شي سكوندال يعني خارج في الشارع. تعهد. خرجنا مشينا باش باش نمشيو للسنه الجديده. انا ما بغيتش نمشي للسنه الجديده صراحه. علاش؟ حيت عندي شي كتوبه ديالي وشي مسائل ديالي كون باقي عندي في اطروحه في العياده في حي كريمه. قلت لهم لا غنمشي لحي كريمه. ملي مشيت هذا الحي كريمه وانا نخرج كان عندي واحد الصراع مع السيد اللي كاري البلاصه ديال الطوموبيل ديال الوالده وبحال هذا، وطرا ليا الشنعان مع الوالد. هادشي اللي كاين. دخلت نرتاح. الوالد ديالي احمد حقيق واختي كوثر حقيق ارتاؤوا. هذا القرار ديالهم اللي كان ديالهم امام التاريخ. شافوني عصبي بزاف وقالوا هذا ربما هما تخوفوا، قالوا ربما هذا يدير شي هذا ولا يدير شي مساله خيبه. جابوا لي امبولونس بريفي وداوني للرازي. جاو عندي جوج ديال الناس دقوا عليا الباب. كانت عندي شي حاجه د الحلوه والشوكولاط واحد 4000 ريال عطيتها ليهم. قلت لهم مرحبا. قالوا لي حنا رانا هاد الناس ديال الرازي. قلت لهم مرحبا. مشيت معاهم معزز مكرم داوني في الامبولونس مشيت للرازي. وفي الرازي تعاملوا معايا مزيان. والدري اللي كان تيحولني من كل بلاصه لبلاصه واللي كان مكلف بيا باش انه جابني ولد حي الكريمه رويجل من منطقه اشهبار من حدا القهوه اشهبار، ولد الحومه اشهبار باش نقول لكم. ما عرفتش الاسم ديالو ما بقيتش عاقل عليه. داوني معزز مكرم. دخلت جاب لي الوالد ماكدونالد. الاخت ديالي كوثر حق جابت لي الشوكولا وتنشكرها وجابت لي المسائل وهذه وتعاملوا معايا مزيان. جات الاستاذه هدى بوكيدي عاملتني مزيان الحمد لله. شافت الوضع ديالي شافت المسائل وكنت لابس هذيك الشاره ديال مؤسسه محمد الخامس للتضامن ديال 97 ديال الوالده هذه لابسه. تعاملوا معايا مزيان صراحه. فهذا انجاز ديال الدكتوراه المغربي. هذا راه انجاز اللي شاركوا فيه عده قاده منهم هاد الطبيبه هذه هدى بوكيدي. الحمد لله. دخلت في الاول كنت مصدوم لان كنت كنغوت ليالي وليالي كان الصوت ديالي بح. دخلت وكان لقيت في يعني في لاسيلول كان السي احمد الصبار اللي كنوجه ليه التحيه وراه ولد السنه الجديده. كان السي احمد الصبار اللي عاملني وكانوا تيدخلوا لي الماكله وكنت انا ما عندي حاجه ديال الصوت. كان تيعاملني تيمشي حدايا وتيتصنت ليا تيقول لي شنو باغي شنو كذا شنو كذا. وكان واحد العسكري مغربي بطال تا هو بطال. كنيتو الكحل سميتو واقع عمر الكحل. المهم كنيتو الكحل. هو عسكري مغربي وكان عنده شي مشكل مسكين باش دخل حتى هو الرازي. هو ولد قنيطره. فتا هو عاملني ودار لي لي ماساج د رجلين لان كنت مشيت بزاف في اطار ديك الازمه الصحيه. دوزت 20 يوم من 17 ماي ل 8 يونيو تحت اشراف الاستاذه هدى بوكيدي. اشراف طبي متميز. كتجي عندي كل صباح تتشوفني تتذكر معايا سي دريس. اليومين الاولى في الارجونس تم تطور هائل ديال الوضع ديالي. ودخل عندي الفرملي وحس ليا المسائل ودخلت دوشت وكل شيء وحس ليا حتى هذا بالتحسينه ودخل ليا الماكله كانت كتجيبها لي اختي والمسائل الشوكولا وكذا وهذه والمسائل اللي الحمد لله. وتا الماكله ديال ماكدونالد يعني الحمد لله. الاخت ديالي كانت مالي فيه وتا الوالد حتى هو كان كيزورني في السبيطار الثاني باش مشينا للسبيطار الثاني. وصل الاوبيتال سي باش غنمشيو عند الفرملي عمر الكبير. الاوبيتال سي كان فيه داك الشيء اشراف هائل. الاوبيتال الثاني حتى هو كان متميز مع احمد الصبار. بقينا مع لاصيل احمد الصبار والاخوان.
وكانت الدوش امها سخيخنا وكل شيء في لوبيطال الثاني وهذه المسائل. لوبيطال الثالث اللي كان جد متميز، سناكل تحت كاين الماكله والمسائل والفوق، وكانت عندي غرفه الفوق وعندي الام بي سي 2 مع احمد الصبار والتلفازه والمسائل. وكان حتى واحد الصديق سميتو يوسف كان كيدير الراب، كنت هو تنمشي عنده، وصاحبه اسامه ولد حي الرحمه، هو ولد حي البيعات وصاحبه ولد حي الرحمه. فكان واحد الجو هائل مع مغاربه متميزين. اقول لكم ان هناك مغاربه متميزين في مستشفى الرازي، مغاربه يشرفون الشعب المغربي ويشرفون الملك محمد السادس. منهم هذاك السي يوسف اللي كان هذا تيدير الراب، فكان ضحيه ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه، كان تيقرا في اوكرانيا وطرات هذا الحرب ومسكين طرا ليه مشكل صحي وجا المغرب وما تعاطاش. هي هذيك فاش الرازي. فالحمد لله كان شرف خرجت الحمد لله من الرازي. من خرجت من مستشفى الرازي في 8 يونيو ومشيت وكملت الاصلاحات ديال الدكتوراه اللي كانوا تابعيني. كانوا عندي اصلاحات دي موديفيكاسيون مع الاستاذ هشام صادوق والحمد لله ساليت الاصلاحات وقدمت العمل في 10 يوليوس. قدمنا الاداره في 10 يوليوس، ذكرى عيد ميلاد الراحل الحسن الثاني وذكرى انقلاب المؤلم انقلاب الصخيرات، الفاجعه المؤلمه ديال 71. قدمت هذاك الشيء للاداره الحمد لله ومشيت الحمد لله. والوالد حتى هو تعامل معايا مزيان، والاخت ديالي كوتر حق كانوا كيجيو كيديوني الكاموني وتيعرفوني انسان اللي دكالي. يعني حيت واخا كبرت في السلاوه هذه عندي ثقافه دكاليه، تنبغي الشوا وتنمثل تمشي تنضرب الشوا في الكاموني. وكان واحد الجو ويعني وتنشكر النسيب ديالي السي رشيد صلاح الدين اللي هو ولد خالي في نفس الوقت، لانه كان تيجيو زياره ومسائل وكانت تيديونا الرباط وكنت كنمشي وكنفاجئ يعني على راسي الحمد لله. وخرجت لي كانت في المستوى. فهذا الانجاز ديال الدكتوراه هو انجاز يعني وطني ماشي ديال الادريس حقيق، لذلك انا اودع رسميا ووطنيا وهو تنهديه للوالده ديالي اللي هي ام مغربيه ومراه مغربيه، وعن طريق الام ديالي لجميع النساء المغربيات تنهدي لهم هاد المكافحات يعني في كل وحده على حسب الموقع ديالها. فالحمد لله مشيت الحمد لله في شهر 9 وشهر 10 وكملت الاصلاحات مع السي بوسليم من المدرسه الغبويه للمهندسين، لان كان عنده اشرافات خاصه وكانت عنده دي رومارك خاصين الحمد لله. مشيت وكملت مع الاصلاحات والسي بوسليم، مدرسه خاصه صراحه، مدرسه فكريه خاصه وكان مدرسه ميثودولوجيه خاصه، وكان الحمد لله قدم اصلاحات ومشينا معاه الحمد لله. وفي نوفمبر درت الستيمولاسيون تحت اشراف السيد الرئيس ديالي الاستاذ هشام صادوق، الخالد هشام صادوق، الخالد الرافق هشام صادوق الحمد لله. ومشينا الحمد لله وصوتنيت الحمد لله الدكتوراه ديالي يوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023 بحضور واحد العدد ديال المغاربه متميزين بدون ذكر الاسماء باش ما نكثروش على الناس الحمد لله. والحمد لله وتطبع هذا الدبلوم هذا الحمد لله حرر بالرباط يوم 7 يونيو 2024. تنحيي السي فريد الباشا اللي مخلي الطابع، السي فريد الباشا والسي عز الدين غفران. فباش نكون صريح معكم المغاربه ونكون صريح معكم الام ديالي منى صلاح الدين، انا الحمد لله رغم هذا الاعتقال اللي كان مجحف والحمد لله كانت تجربه، انا الحمد لله اشكر الله على هذه التجربه، اشكر الله على هذه التجربه، واشكر هاد المجرمين اللي ظلموا امي على هذه التجربه هذه. اشكرهم وطنيا وقوميا. علاش؟ ولا اتهكم من الناحيه الشخصيه تعداو علينا، ولكن من الناحيه الوطنيه والقوميه عطاونا الدروس، وحنا في هذوك الدروس انجزنا الشافي والكافي وقدمنا الدروس الحمد لله، قدمنا الدروس. فهما عطاوني اكراهات كان بامكاني نشد الدكتوراه وانا مرتاح، لا هما عطاوني اكراهات زادوا فرصه وعديه بحال شي رياضي مسكين كان بامكانه هذا يدير شي حاجه وزدتي عليه ضغوط ووصل. يعني انا الحمد لله يعني انا في التكوين ديالي راه عندي حتى المجرم جواد الداودي واش عارف فكروني حتى هما كونوني، داروا لي واحد اللمسه في التكوين ديالي الاكاديمي. يعني انا كنشكرهم وطنيا وقوميا، من الناحيه الوطنيه ومن الناحيه القوميه. حيت علاش؟ المسؤول في المغرب او مسؤول دولي راه خاصو حتى هو يعيش الاكراهات باش يتكون، خاصو يكون متسامح مع الاكراهات. راه خاصك الاكراهات باش تكون، راه ماشي غتبقى تكون غير في الرخاء وفي النار وانت ناضي ومتكي مع راسك وغتكون، لا راه خاصك تعيش الصعاب باش تكون. ولذلك انا تنشكرهم الحمد لله. وتنهدي هذا اللقب ديال الدكتوراه الام ديالي منى صلاح الدين، لابو اماني صلاح الدين، وتنحيي الاخوات ديالي كوثر حقيق ونجوى حقيق وعائله حقيق كامله والشرفاء القواسم كاملين وسلاله خصوصا سلاله ولاد بن سعيد
تنهدي لهم هذا اللقب. وتنشكر عائله صلاح الدين في شخص النسيب ديالي السي رشيد صلاح الدين، الحمد لله. وتنحيي جميع المغاربه اللي وقفوا معايا، وخرجت الحمد لله، صوتنيت الحمد لله ونشطت، والحمد لله اصدقاء اللي زعما ساندوني، كاينين اللي حضروا معايا وكاينين اصدقاء كذلك متميزين اللي في مواقع التواصل الاجتماعي حياوني الحمد لله على التشريف ديال مدينه سلا. وحنا دائما رافعين الرايه ديال مدينه سلا وطنيا في المملكه المغربيه الشريفه ودوليا. وكما كنت قلت في واحد الفيديو، راه الحركه الوطنيه الحقيقيه اللي كانت في المغرب راه بدات في سلا، ديال محاربه الاستعمار الفرنسي كانت في سلا وبدات في سلا، وهذا هو التاريخ الحقيقي. ولذلك انا احيي عن طريق هذا الفيديو الام ديالي منى صلاح الدين وجميع النساء المغربيات كافه من جميع المواقع ديالهم، وتنفتخر بالام ديالي منى صلاح الدين. يعني واخا يتنعت لي بان الام ديالي سجينه او مجرمه، انا راه قلتها للمغاربه وقلتها يعني بوبليكمون، انا كنفتخر بالام ديالي منى صلاح الدين. واخا تكون بورنو ستار نفتخر بالام ديالي منى صلاح الدين، باش نكون معكم صريح. وشكرا ومازال ان شاء الله فيديوهات اللي غيكونوا فيهم منجزات واللي غنهضروا فيهم على مواضيع حيويه للمغرب. وشكرا جزيلا.